صباح الخير من الرستن، ومبارك لسوريا ولأهل سوريا افتتاح جسر الرستن من جديد. بتذكر لليوم معركة ردع العدوان قديش كنا عايشين حالة من التوتر والقلق، وكنا متوقعين بأي لحظة إنه زبانية الأسد رح يستهدفوا جسر الرستن لحتى يعرقلوا ويأخروا وصول الجيش الحر لحمص. وقتها كنا نحكي ونحذر ونقول انتبهوا الجسر رح ينقصف، لأنه فعلا هذا النظام أبدا ما إلنا أي ثقة فيه، وفعلا صار اللي كنا خايفين منه وانقصف الجسر. ولليوم بيطلع لك ناس تحاول تزور الحقائق وتقول انه البلد تسلمت تسليم، بينما الواقع انه النظام ضل يقاتل ويتمسك بسلطته حتى اخر لحظة. ولما وصل لطريق مسدود وهرب رأس النظام ترك وراءه الخراب والدمار. الحمد لله اليوم نشوف جسر الرستن وقد عاد للحياة بعد إعادة بنائه ليخدم الناس من جديد ويسهل تنقلهم